مساء الخير، كيفكم متابعيني؟ كيف أخباركم؟ إن شاء الله هيك هالبردات وهالتلجات يكونوا خير وبركة إن شاء الله. بدي أعمل معكم كيكة، كيكة العسل الروسية، بس بدي أعملها بطريقة مبسطة وسهلة من غير تعقيدات. يعني هيك امشوا معي خطوة بخطوة، وبنعمل هلأ الصوص. أول إشي بنحضره، بعدين بنعمل الكيكة من غير ما نعملها تكون إنها صعبة كتير. هلأ أول إشي أنا استعملت الأكواب المعيارية، راح أحط كاسة سكر بطنجرة على النار، وراح أضيف عليهم نص كاسة عسل ونص كاسة مي. هلأ بنشوف سوا. ضفت على كاسة السكر نص كاسة مي بهاي الأكواب المعيارية ونص كاسة عسل. طبعا مو ضروري تستخدموا العسل اللي بيكون إنه سعره كتير غالي، في عسل سعره معقول عادي لا نستعمله للحلويات. المهم أنا ضفتهم وحركتهم، هلأ بخليهم يغلوا. هلأ بلشوا يغلوا، هلأ بتركهم يغلوا 5 دقايق بس. بوطي النار وبتركهم 5 دقايق. هلأ شوفوا كيف القوام صار عنا بعد تقريبا 5 دقايق أو 6 دقايق. صار أنا عندي القوام مثل العسل برضه. هلأ أنا هيك بالنسبة إلي خلص ما بدي أكتر من هيك. هلأ رح أطفي النار. هلأ أنا بعد ما طفيت النار ضفت باكيت قشطة صغير العادي، ضفته. هلأ بحرك المكونات، طبعا ما في نار من تحت، بهالطريقة هاي لحد ما تختلط كل المكونات. هلأ بس أنا أخلطه منيح، بيكون عندي تكون صوص العسل اللي بدي أحطه بين طبقات الكيكة تبعتي. يعني الخطوات كتير سهلة وبسيطة، ما عملت إشي فيه أي صعوبة. هي بضلني أخلطهم لحد ما إنه تختفي كل القشطة، وإذا استعملت المضرب اليدوي بيكون أحسن، بسرعة بتختلط المكونات. هلا أنا راح أكمل تحريك بالمضرب اليدوي زي ما أنتم شايفين. هلا شايفين كيف بسهولة اختلطت كله المكونات عندي. راح أحركهم هيك، هي ما ضل ولا أي أثر للقشطة. هلأ هيك أنا خلصتهم. هلأ رح أتركهم على جنب وأبلش أعمل الكيكة اللي عندي. هدول رح أخليهم زي ما هم، ما رح أعمل فيهم إشي. هلأ أنا رح أحط 200 جرام من الزبدة أو إصبعين زبدة، رح أمسكهم وأحطهم بالخلاط مع كاسة سكر وأخلطهم. هلأ رح أضيف كاسة السكر، أيوة بالأكواب المعيارية، وأشغل الخلاط لحد ما إنهم يندمجوا منيح وتنعم الزبدة. هلأ بعد ما صارت الزبدة كريمية، هلأ رح أضيف عليهم معلقتين كبار عسل. هلأ في حالة إذا ما توفر العسل أنا رح أضيف معلقتين كبار بالمعالق العادية، يعني معالق الأكل. رح أضيف معلقتين، هاي أول معلقة وهي الثانية. هلأ في حالة ما توفر العسل عنا، كيف بدنا نعمل الكيكة الروسية سواء بالصوص أو سواء بالكيكة؟ بس بتعملي قطر جامد، اعملي قطر جامد جهزيه لحد ما يبرد وبعدين استعمليه. طبعا القطر الجامد بس بدك تحطي كاسة سكر ونص كاسة مي، وبس يغلوا بتحطي عليهم معلقة صغيرة عصير ليمون، وبتخليهم يغلوا ربع ساعة. طبعا بتعرفي انه صار جامد لما تحطي معلقة صغيرة على صحن وتعملي زي خط بمعلقة او باصبعك، انه ما يرجع يلتقي مع بعض، معناته هذا القطر جامد وما راح يكون طري وبتستعمليه. طبعا ممكن انت بتعملي كاستين سكر للقطر الجامد، مو كاسه. هلا بنضيف 3 بيضات وبنخلط بيضه بهدي السرعه شوي. بنضيف اول بيضه ونخلط. هلا رح اضيف الثانيه، وبما انه الزبده مجمده على الجناب او لازقه على الجناب رح احركهم بالمعلقه حتى يختلطوا سوا ويبعدوا هيك، وبعدين برجع بخلط من جديد. ماما
هلا دور البيضة الثالثة. يلا ايسن. هلا بندير مع البيضة الثالثة معلقة صغيرة فانيلا، نضيف معلقة صغيرة فانيلا وبنخلط. هلا بنضيف 2.5 كاس بالاكواب المعيارية من الطحين. هي كاسة وهي 2.5 كاس، وراح اضيف معلقة صغيرة كربونات الصوديوم، معلقة صغيرة بهالطريقة هذه، معلقة صغيرة راح اوزعها وراح اشغل الخلاط على اوطى درجة. هلا انا هي قوام العجينة تبعي بطريقة هيك جامد مثل عجينة الكوكيز تقريبا. هذا اللي بدي اياه، لا هو مرق ولا هو جامدة عجينة. هلا بورجيكم كيف بدي افردها بالصينية. نقلت العجينة هلا على صينية مقاسها 60 في 40، صينية كبيرة. دهنت، حطيت عليها ورق زبدة ودهنت ورق الزبدة بالزيت. الافضل دائما انه يندهن ورق الزبدة بالزيت. وحطيت صحن فيه مي، ببل ايدي وبضلني امد لحد ما تفرد معي العجينة أكبر يعني أكبر قياس بقدر أمدها فيه. طبعا طالما بمد إيدي بالعجينة ما رح تلزق على إيدي، هي العجينة طرية لأنها بمدها كامل. هلا بعد ما أنا مديت العجينة كلياتها برتب السطح تبعها بوسط سكينة، ببله شوية مي وبسويه مزبوط، فصارت عندي العجينة ممدودة بشكل رقيق بهالطريقة هذه. هلا أنا بدخلها الفرن الحامي على 175 درجة مئوية، يعني ما بتاخد يا دوب شي 10 دقائق بالكتير، بس الاقيها تحمرت الاطراف بتكون خلصت. هلا لكريمة العسل، الصوص اللي انا بدي احطه او الكريمة اللي بدي احطها بين الطبقات، هلا حطيت بخلاط الكيك 3/4 كاسة مي، 4 معالق كبيرة حليب بودرة، وكيس كريمة بودرة، وكيس كريم كراميل. هدول رح اخلطهم سوا لحد ما تتماسك وتصير جامدة. بعدين اضيف عليهم الصوص اللي عملته اول خطوة قبل ما اعمل الكيكة اللي عملته على الغاز بالعسل، رح اضيف عليهم بالاخر. هلا رح احركهم، رح اشغل الخلاط لحد ما يجمدوا. هلا هيك وصلت للقوام اللي انا بدي اياه، قوام طري بهالطريقة هذه، يعني تماسك بس انه مو جامد كتير. هلا بدي اضيف عليه صوص التوفي اللي بالعسل اللي انا عملته، بس اول اشي رح اخذ منه معلقتين للزينة احطهم بزبدية، وبعدين اكمل الباقي اديرهم على الكريمة اللي عندي. وهلا بعديها بدي اشوف الكيكة لانه رن الجرس. هلا بنشغل الخلاط عشان يندمجوا سوا. بدنا نشوف الفرن. هلا هيك بتكون اتحمرت الجوانب وخلصت. هلا بس بحمرها، بشعل من فوق الفرن، يعني بعد 10 دقايق خلص ما عاد بدها. هلا بشعل من فرن من فوق وعش هيك شوي بس تتحمر من فوق وبتكون خلصت. هلا انا هيك كريمة العسل اللي عندي صارت جاهزة. زي ما انتم شايفين طلعوا الخليط كيف طري. انا بدي اياه يتسقى تسقاي الكيك فيه. هذا كريمة العسل بخلطتي أنا، يعني هاي الطريقة ما رح تلاقيها مكتوبة بأي مكان، طريقتي أنا الخاصة. عملت الطريقة كلها لكيكة العسل. رح تكون كيكة مميزة ومختلفة عن أي طريقة، وسهلة وبسيطة، مختلفة عن أي طريقة معقدة قرأتوها أو شفتوها قبل هيك.
هلا الكيكه تحمرت وصارت جاهزه. هلا انا بستناها لما تبرد عشان اقدر اقطعها واورجيكم كيف رح اعمل فيها الطبقات. كلها الكميه عملتها بصينيه واحده، ما عملتها كل طبقه اخبزها لحال مثل كيكه العسل اللي معروفه. هلا بدنا نشوف كيف بدنا نقسمها بعدين بس تبرد ونقطعها ونسقيها ونساويها. هلا بنيجي لطريقه تجهيز الكيك. اول شيء انا بقطع الجناب الاطراف كلياتها بالقطاعه لاخليها تكون الأطراف مستوية بهالطريقة هذه من كل الجهات. وبكمل باقي الجهات كلها. هلأ بهالطريقة هاي أنا صارت عندي الحواف كلها مستوية، واللي قطعته كله حطيته على جنب. هذا رح استعمله للزينة، رح أفتفته واستعمله للزينة. هلأ أنا بدي أسوي الكيكة تبعتي عدة طبقات حتى أعملها فوق بعض. هلأ أول إشي أنا قسمت الكيكة نصين بالضبط بالشكل المستطيل، قسمته نصين. هلأ رح أعمل كل قطعة كمان نصين، يعني رح يصير عندي 4 طبقات. هلأ أنا صار عندي 4 أقسام، يعني قسم قسمين 3 4. هلأ رح أطول قسم من الأقسام بمعلقة وأحطه على الصحن اللي بدي أزين فيه. هلا لما طلعتهم انا بالمعلقه هذه كلهم قبعتهم، صار عندي طبعا في اقسام بتكون اسمك من قسم، يعني هاي القسم سميك، في اشي رح يكون رقيق مثل هيك فارق شويه. فانا اللي بيكون ارق شوي رح اتركه للنص. رح احط هلا القسم الاسمك يكون هو القاعده اللي عندي، رح احطه هون. وهلا الصوص عندي جاهز. شوف الصوص ما اطيبه، طبعا طعمه خرافي كتير كتير خطير. هلا رح اورجيكم كيف رح ازين الطبقات كلياتها بهذا الصوص واشربها فيه. نقلت الكيكه على صينيه مستطيله اسهل للتزيين من الصحن المدور. هلا بدير الصوص بالطريقه هاي، وبفردها على الحبه من كل الجهات على قطعة الكيك. يعني إذا احتجنا كمان بضيف. هلا رح أجيب معلقة وأفردهم منيح. يعني بخليها تكون غنية بالكريمة لأنها الكريمة كتير لذيذة. هلا بحط عليها طبقة تانية من الطبقات اللي قلنا بدها تكون أرق شوي بهالطريقة هذه. وبرجع بحط كمان مرة من كريمة العسل. تقريبا 2 صغار هيك وبفردهم. طبعا هي لما تجمد لما نحط بالثلاجة شوي رح تتماسك الصوص مع الكيكة، يعني ما رح يضل هيك طري. لما تقسميها رح تطلع متماسكة. هلا بنحط الطبقة الثالثة عليها، وبنحط آخر طبقة من الكيك على الكيكة تبعتنا. وبنرجع بندير على الوجه من صوص العسل اللي عنا، وبنكتر وبنحط على الجناب كمان، بنخليه ينزل على الجناب. اخر اشي بفتفت الكيك اللي زايد معي لقطعة صغيرة كتير بهالطريقة هاي بايدي لحد ما يصير كله ناعم، وبحطه كلياته على وجه الكيكة اللي عندي، بغطيها بغلفها من كل الجهات. هلا اللي بحب يضيف مع الكيك هاي مكسرات بيقدر يضيف لوز محمص مطحون، جوز محمص مطحون، اللي بتحبوا تضيفوه مع الكيك هون بتقدر تضيفي اي نوع من المكسرات. انا لانه اولادي ما بحبوا المكسرات ما راح اضيف. طبعا هلا بعد
خلصنا حط فتافيت الكيك كلياتها، راح احطها بالثلاجة لحد ما تتماسك. بعدين بنقطعها وبنزينها بالتوفي وباقي صوص الكراميل اللي عنا. بنشوف كيف بالاخر النتيجة راح تكون. كيكة العسل الروسية صارت جاهزة، وهلا انا عم بزينها بالتوفي اللي انا توفي العسل اللي عملته اول اشي وتركت منه معلقتين. رح ازينها فيه. طبعا اطيب كيكة شكل وطعم وسهولة، مو صعبة ابدا، اسهل كيكة عسل بطريقتي. كيكة العسل الروسية بطريقتي سهلة وطيبة وطعمها كتير طيب، خرافي جدا. طبقاتها زاكية كتير، وزي ما شفتوا طريقتها سهلة، ما بدنا نعمل طبقة طبقة لحال ونخبزهم كلها مع بعض. فجربوها أكيد رح تعجبكم، طعمها دمار دمار، كتير زاكية.